هاي البهارات خروف. عندنا لبن حوالي 200 جرام، عندنا 50 جرام خردل، عندنا معلقة ونص ملح، 3/4 معلقة بابريكا، معلقة فلفل أسود، ومعلقة ونص كركم. بس ليش؟ هلا ندهن الخروف منيح، ندهن منيح منيح مشان اللحم يشرب هاي الصلصة هيك، تعطيه لون ذهبي، لون رائع جدا. بدلكم اتأكد انه كل اللحم وصل. اعطيني ورق زبدة. هلا ورق زبدة ضروري جدا، ورق زبدة ضروري. هلا بعد ما حطينا ورق الزبدة حطينا 3 طبقات ورق زبدة لحد يعطيه السلفر. هدول الاساسيات: اللومي، ورق الغار، البصل، فلفل اسود حب، فلفل اسود ناعم، معلقتين ملح، الهيل، الجزر، والقرفة. هدول الاساسيات. بعدين نعبيه مي بنرجع. هون الزبون طالب كمان فروج ماكينة، فروج مشوي مع الخروف. طبعا هون حاطط معلقة ملح، هذولي 3 حبات دجاج، حاطط معلقة ملح، زنجبيل، بصل، قرفة، هيل، كل هذا مطحون طبعا باستثناء البصل والزنجبيل، بالإضافة للليمون، بالإضافة لمعلقة كركم، ونص معلقة قرفة ناعمة مطحون. بتروح تحطهم كلياتهم. بنقعد هلا تقريبا حوالي أقل شيء 6 ساعات، أقل شيء. الخروف مسكر منيح منيح، ضروري يكون السلفر مسكر منيح، ضروري. رح يقعد بالفرن على حرارة 300 درجة لمدة 4 ساعات، من 4 ساعات ونص، حسب نوع اللحم وحسب نوع